هذا العالم كله منافقين وكذابين. في الحقيقة ما في شيء اسمه صداقة. الصداقة هذه كذبة تجي عشان المصلحة. هذا اللي اكتشفته آخر فترة الصراحة. يسوون نفسهم ينصحوا وهم ما همهم إلا مصلحتهم وبس، على أساس يبينوا نفسهم إنهم أفضل منك وأحسن منك، ويكبروا من حالهم ويصغروك. أمشي أكمل حلطمتي في الطريق وأنا رايح أحسن لي من وقفتي عند هذا الملعب المعفن. الناس عبارة عن نوعين، نوع يهمه الشكل والمظهر الخارجي، ونوع يهمهم المال والمناصب. ما حد يهمه الإبداع إذا ما كان في منصب. مو كل أحد قال لك إنه يحبك وصديقك الصدقة لا تصدق، لأن في الحقيقة ما حد يحبك ويخاف عليك غير أمك وأبوك بس. أما الناس دي كلها مليانة كذب ومجاملات وحقد وحسد. الحقيقة شيء يفقع المرارة. اللي نشوفه شيء ولا نسمعه شيء ثاني صراحة. مجاملات ونفاق وحسد في كل مكان. ما حد يستاهل يكون صديق ولا حتى أحد يتسولف وياه. والله ضحكني يا ابو النبل. اساسا جول واحد ما بتجيبه. هذا انا اقول لك من الحين. عبدلتك الصفرة هذه كانك لاعب سله. وش هاللون اللي مختارين حق فريقكم؟ صدق حالك تعرف تلعب؟ روح انت حدك يحطوك احتياط مو كابتن مع وجهك ذا. حتى احتياط واجد عليك، مو بعد تلعب مباراة ضدنا. انا من شفتك لابس هاللون يا نبيل وانا غاسل يدي منك بصراحه. اي والله، وش هاللون ده؟ كأنك بيضة مقلية قسم بالله. فريق البيض المقلي. هاي شلوم، اسكت لا تجيبه لنا. اذا انت تبغى روح له، بس لا تجيبه لنا. ما صدقنا افتكينا منه. اي صحيح، مو كل مره تجيب لنا تبلشنا فيه. شباب خلونا نمشي، هذا الكلام وياه ضايع. ترى شكله سمعنا حقور هذا عنكم مو وقته. مشينا قبل لا يجي سلومون بتلشبه. كل شي ولا يجي. المشكلة ده نبيلو ما أدري كيف يتحمل. كل مرة يجيبه ولا يفهم. هو الخسران في النهايه، حتى هو ما حد بيقد وياه. انا من الحين اكس عليه هو وياه. لو ما أدري كيف يتحمل. كل مرة يجيبه ولا يفهم. هاي سلوم سلوم سلوم، يا ربي إن شاء الله لحق عليه الحين. أنا لا لله. سلوم وقف. هاي سلوم ما تسمعني. سلوم قاعد أكلم. ما حد لك لكن إني أسمعك بعد منافق. لهالدرجة يعني ما تسمع؟ توقف له، أبغى أتكلم وياك شوي. توقف له، أبغى أتكلم وياك. وقف سلوم. بال ريح اليوم أكثر من أمس. صاق الحين شكله ما سبح. سلوم بتوقف ولا أمشي؟ يعني صار لي ساعة أتكلم. أسمعك قول، خلصني وش عندك. دهوى السلوم للحين ما سبحت. زايد ريحتك الله يخرب بالك. صحيح ما طلعت وجه، مفكرين امزح وياك. حركاتك هذه ما هي عليها. عرفت ليش ما ارد عليك الحين؟ لانك انت ما طلعت وجه. هذه حركاتك بايخه، وبعدين تقول لي ليش ما ترد. انقلع. شوف حركاتك اول. دي اشكال بعد. خليني اشوفك لاحقني مره ثانيه بدفنك هني حيوان. تعال دقيقة باقف. اوف يا ربي، زايد ريحته ذا شوفه مستحمل نفسه. عجزنا وياه ولا في فايدة. بس وش نسوي؟ محتاجينه. إذا حاجتك عند الكلب قل له يا سيدي. حبيبي سلوم، يعني أنا ما قصدي الحق. صاير بسرعة تعصب يا الخوي. والله لو ما أنت عزيز وغالي يعني ما جيت وراك أنا. بس كنت بقول لك يعني إذا بتلعب ويانا كورة عندنا مباراة ومحتاجينك تفوزنا يا الخوي. قاعد تشذب. توني جاي من عند الملعب، ما في ولا منافق هناك. إيه هذا لأنه غيرنا الملعب، عشان كذي أنا جيت أقول لك. أبغى أعلمك وأنا بنلعب اليوم له أول مباراة مسوين دوري. وسويتوا دوري بعد؟ ليش ما قلتوا؟ مو كنت بقول لك بس وش شيء؟ ما حد بغاك من ريحتك القوية. بعد ما تسبح كلهم ما ينبوك. بس وشو؟ ما عليك. المهم انت مشي وياي الحين. خلنا نروح نلحق قبل لا تبدي المباراة. شوف خليك تطلع كذاب بتروح فيها. هذا انا اقول لك من الحين،
مو تقول ما قلت لك، لأن بفتق لك وجهه. انت امشي وياي الحين وبتشوف. زين لا تقعد تهدر. امشي يلا. امشي وياي أول بارح بجيب الجوتي، دام إنه دوري على قولتك. ترى مسوين دوري برعاية مطعم التنور، ومجمعين اللعيبة كلهم على مستوى المنطقة، من تاروت للوجام ومن صفوة لسيها. وهذه أول مباراة افتتاح الدوري، ويقولوا بعد جايبين كشافين إلى نوادي كبار. عاد أتوقع لو يشوفوا لعبك سلوم على طول بياخذوك أول واحد. هذيك السنة قلت لي بيجيبوا كشافين، وآخر شي ما أشوف اللصقم كلهم فشوش. مو يمكن جو يا سلوم، بس ما قدروا يستحملوا يعني. تسوي نفسك ظريف زين لكن لا 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 يا الخوي لا. تعال أحسنك ما أقول في نفسك حقولي. أحسن. تعال تعال وقف 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 من نفسك أحسن. وين اللي يلعبوا؟ إذا كل ملعب فاضي غيره. مو فاضي إذا كن في الملعب اللي ورا له ما تشوف. اي والله داكم منافقين من خشين الله يغارب لهم. شكله هرب نبيل وطقطقنا عليه قبل شوي، دمعت عواينه، سخرنا على بدلتهم فريق البيض المقلي. هذا وش كان ريحة سلومو، لا تقولوا لي جاء. اي وقفوا، لا تبدوا المباراة، جبت سلوم ويانا انتظروا. الله يغرب لنا نبيل وجابه، وش نسوي الحين؟ يلا مشينا سلوم ما اوصيك، زي ما قلت لك ها انت وسط مهاجم بدال جاب لا تقعد تسوي نفسك كابتن علي، هذا اللي ناقص بعد. حيوان. اصبروا شباب نغير التشكيل. هذا سلومو اللي قلت لك عليه، زادت ريحته زي ما شفته. وش هالبني ادم وش ده؟ البدله دي مالت تسلم توقعت تجي زي ما قلت لكم، لا حد يسد خشمه، هذا تدريب لازم نستعد له في مباراتنا ولا والله بنروح هذا فيها. تعذيب مو تدريب، احنا بعيد وفطسانين كيفهم. وش عمار كرة عندنا نوعدهم. طلعت ضربة البداية عندهم. تمام لا تخاف، دكوا سلوم ويانا في فريق، انتوا نخليكم كلكم دفاع وانا وسلوم هجوم. سلوم انت خليك وسط مهاجم، احنا بنمرر لك الكرة على طول وما عليك الا تهتد. اصلا حمد ربك بلعب وياكم وقاعد تكذب علي، وين المكشافين اللي تقول بهم؟ ما في الا كلهم جايين زي وجهك كلهم، ما اعرفهم فكر. قايل لكم لا تقولون نبين عن الدوري، في النهاية بيجيب علينا. وهذا هو سواها وجابه، قاعد يعاند. من الحين اقول لكم هذه اخر مرة يقعد ويانا نبيل او يدري عن المباراة. غربلنا بالسلوم حقه هذا، وين ما نروح يجيبه. ما ينفع هالكلام الحين، قلت لكم من قبل نبيل بيجيب سلوم. قلتوا لا، نبيل خصم ضعيف، خليه يكون فريق عشان يجيب لاعبين نهزمهم. هذا هو جابه في النهاية. يقلب وجهك مسوي روحك ظريف. شباب انتوا الاربعة دفاع، نعتمد عليكم، لازم نضحوا بحياتكم، بس اهم شي سلوم ما يعدي. وش نسوي على هالريحة دي؟ أنا ما عارف أسد خشمي لو ألعب فطاس. ما عليك، عندي الخطة. شباب تعالوا جمعوا سووا دائرة. اسمعوني شباب، الخطة عندي وهي إن ما نخلي الكورة توصل لسلوم، بس يوصل قريب نمرر الكورة على طول ندوخه، نخليه يروح يمين ويجي يسار، يروح يمين يجي يسار، نخليه زي البخورة في الملعب. هالمعفن الخايس. زي ما اتفقنا شباب، انتم كلكم دفاع وانا وسلوم هجوم. سويت اللي في راسك وجبته ها؟ مالك شغل انت، جيب اللي اجيبه انا. طلع من الملعب، بعطيك الكرة تجيب جول. ترى ريحتها خايسة فطسنا. هي خايسة بس اهم شي فوزنا وخلاص. هذا مو فوز شرف، ريحتها خايسة فطسنا. خياس لو مو خياس فكنا ونعاب. سلوم يلا الكرة عندك استقبلها، اهجم سلوم. لا أخذها سلومو راحت علينا. عقيل وين اللي بيهجم؟ يلا روح خذ من الكورة. تبغاني افطس؟ وين خطتك اللي بالدوخة؟ خلاص اختربت من محمود، ما التزمت. دوي ديله مو كأنهم مسخوها، قاعدين يبالغون. لا والله ما يبالغون، يعني تخيل الكورة طاحت في المجاري بتروح تاخذها. هذول وش سالفتهم؟ ما أحد راضي يهجم عليه لهالدرجة، يعني الريحة تسوي ما كذا. عليك منهم، ترى قاعدين يتحججوا، اصلا خايفين. هذا سلوم لاعب معروف على مستوى الفريق، ما شفت احسن من لعبه صراحه. في كل دوري يلعب ياخذ جائزه افضل لاعب، فنان على مستوى عالمي. بس ما ادري وش فيه فجاه اهمل نفسه، ما كان كده. كل اللي اقدر اقوله دام هذا دخل الملعب اعتبر ان المباراه من طرف واحد. متحمس اشوف لعبه صراحه. وش فيكم؟ نسيتوا عمركم. ترى احنا قاعدين نلعب دوري، هذه مباراة رسمية مو تمرين.
لو خايفين منه مو إلى هالدرجة عاد مسختوها ما صارت ذريحة. بعد أنا بهجم واحرق، لكن أنا أعلمكم بهجم وبذكركم إني أنا أول واحد هجمت وأخذت الكورة من عنده. اخيرا واحد فيهم يتحرك. تعال يا طابوقة باشوفك وش بتسوي مع حلقتك دي اللي تفشل. يعني فكر اذا حلقتها بتصير لاعب. هذاك طابوقة وشي. طابوقة أحسن منك؟ تفكر ما أدري عنك طلع في راسي؟ على الأقل أسبح مو زيك يا الخايس. ما يفيد، تدري عدل ما تدري. هذاك طابوقة وغصبا عنك ما هي عدله. بنشوف الحين من هو أحسن أنا ولا الحين ما بننسى انك اول واحد هجم. والله هذا جزء اللي ما يطيع. ريحة تفطس أكثر مما توقعت، ما قدرت أستحمل. كان حط يدك على خشمك على الأقل. هذه حركاتكم ما هي عليها. يا تلعبوا زي الناس ولا اطلعوا من الملعب. لو فالحين بس تتكلموا من وراي، خاصة انت فلافل تقول انا ما لعب بشرف. بشوفك هني. تعال انت وفريقك هذين اللي مجمعينهم. اذا انتون رجال تعالوا واجهوني هني في الملعب بشوفكم. وهذا انا واقف هني لوحدي بعد. هاي أكثر من مرة أقول لك لا تسميني فلافل. شباب قاعد يهدنا ويتحدانا. ننتقل للخطة النهائية. خلاص كسروا فتكوا عافيته. اهجموا عليه كلكم مرة واحدة يلا. يلا زي ما قلت لكم ثلاثتنا نهجم مرة واحدة يلا. يا سلام عليك روق. ايوه يا سلوم بطل، ما في احد قدامك. الحمد لله ما عندي حساسية وما أشتم. واحد زيك أبو ريحة مستحيل يجيب جول. إذا كنت أنت أفضل لاعب في الدوري اللي فات، فأنا يا حبيبي أبو اليوس أفضل حارس في الديرة. وش صاير؟ من وين جت هالغبرة؟ جت غبرة. انا اوريكم. هذه الضربة مخصصة لك يا حارتي يا تعبان. ضربة البوس السلومية. افقعي جبهته وليتها الكرة الثاقبة. ما يهمني لو خبطت وجه الحارس. يا كلب. شئت هبوز يفكرني بتباعد وبخاف. كرة زي هذه سهل أن أمسكها زي الحلاوة عندي. أمي ان شاء الله ترجع له سلوم، ان شاء الله ترجع له، ان شاء الله ترجع. أوه طلعت الكورة. ما عليك أنا الحين بروح بسرعة بجيبها. نبيل اسمع، العبها على طول يا سلوم. أحلى حارس. ما عليك عجبتني. لا تخاف قلنا ترى وياك بنرجع دفاع وبنحمي الشبك. شوف مستحيل نخلي أبو ريحة يجيب جول. المشكلة إنه مو بس أبو ريحة ويعرف يلعب بعد. أحس إنه كان متعمد ينبى يضربني بالكورة. يعني يا أتباعد يا يضربني، ما تفرق وياه جول ولا لا. كأنه يقول أقدر أجيب جول وقت ما أنبى. الله يلعن ابتلشنا فيه. فوق ريحته مسوي نفسه لاعب. يلا استعدوا شباب الحين برفعها. اسمع سلوم، إذا جبت هذا الجول الليلة بعشيك على حسابي من التنور. سمعت؟ العشاء على حسابي من التنور. استقبلها سلوم ودبر حالك محل ما توصل. يلا استعدوا شباب الحين برفعها. اسمع سلوم، إذا جبت هذا الجول الليلة بعشيك على حسابي من التنور. سمعت؟ العشاء على حسابي من التنور. استقبلها سلوم دبر حالك محل ما توصل. جول
فريق المنافقين. سلوم ما بقدر أعشيك من التنور، الريحة بتفشلنا. هذا عيبك. أنا مستعد أدفع فاتورة الماي حق شهر كامل، بس اسبح فكنا. انتهت المباراة، ومع ان احنا فزنا ما ادري ليش ما عدت احس بطعم الفوز زي قبل. حتى غروب الشمس اللي كنت احبه صار يذكرني بالاشياء اللي بتنتهي. صحيح في يوم من الايام كل شي بينتهي، حتى الاماكن اللي نعيش فيها بتنتهي. البيوت والمحلات والشوارع والممرات كلها بتنتهي، ويمكن يقبعوها من اساسها حتى قبل ما تنتهي. والاماكن اللي وقفنا ننتظر فيها بس احد يوقف لنا او يعطينا حقنا في العبور، في يوم من الايام بيكون ما لها معنى، بيكون وقوفنا وانتظارنا بس مجرد محطة عبور. الدنيا دي كلها عبارة عن محطة. اللون اللي يمثل الدنيا بالنسبة لي هو اللون الأسود. شرف ولدش. ها؟ وكيف عرفت انه جاء؟ من ريحته بعد ما يبغى ليه يهد بالناس. أنا جيت. اوه اي والله صحيح، هذا هو سلوم جاء. ما تدري اليوم في المدرسة لما جو الفريق الطبي من وزارة الصحة وخلونا نوزن، طلع وزني كم طلع؟ 68. هذا وأني مسوية دايت بعد. بل كيف زاد هذا وانتين مخففة ولا تاكلي عدل؟ مفروض ينزل مو يرتفع. هذا كله من هالخرابيط اللي تاكليها وهالأجبان، رايحة وجاية في هالسكريات والحلويات. اي والله هذا اللي يرفع الوزن، هالحلويات هذه كلها سعرات حرارية عالية. صحيح كلام أمش، خففي من هالخرابيط. والله ما آكل حلويات، هداكي فطيمة بنت خالتي تاكل دبلي ولا تمتن، واني ما ألحق آكل نتفة خبزة إلا ارتفع وزني. ويش ليش بهالخرابيط يا بنتي؟ تاكلي وبس. خلاص أنا بجيب لك من مطعم صحي وجديد قريب من هنا، هذا هو دايت لشز في حي الهادي، وأكلهم ولا أحلى ما كأنه دايت. ده اللي بيجوعنا أبوي. الأسبوع اللي طاف أخذنا لنا فهيتة وسلمون وكشري، الصراحة أكلاتهم لذيذة، يبغى لنا ناخذ لك منهم أكل صحي، بس بشار مو تقومي من ورانا تاكلي خرابيطش وسندويشاتش، والتزمي بس بالوجبات الرئيسية، مو بعدين تقولي ارتفع وزني. ايه صحيح اني اشهد، بس شوف حتى اني بعد خذلي يبغى لي انزل وزني. خلينا نشترك كلنا حتى افتك من الطبخ والنفخ وغسيل المواعين كلهم مرة واحدة. زين وشو العشاء الحين؟ جوعان، جوعتوني بداية العشاء. قناتي انت يبغالك تروح تسبح، هداك ريحتك مرة زايدة من هالكورة. روح اسبح وتعال، هداك العشاء يستوي باسته. ايه وش فيهم ديلا؟ جني اللي داخل، مو بني ادم. حقرهم احسن لي حركاتهم ما بيهونوا عنها والله العظيم. خارو. زين فزنا في المباراة قبل شوي 10-0. ادري ما حد سألني بس اقول لكم انا بروح اغسل ايدي. قلنا اسبح ما قلنا غسل ايدك. يلا بلا قرف، اسبح تنظف عدل. حسبي الله عليك. زين ابوي ما صارت دي اسبح واسبح اسبح واسبح. وش هالحالة دي؟ حتى في الصباح بعد تتحكموا. تبغاني اصير لك يعني سمعت له بطة كله في الماي. تعالي قاعد تقولي الماي غاية والماي ما ادري وين. قاروا الواحد اسبح واسبح اسبح واسبح، ادخل اسبح اطلع اسبح. وش هالحالة دي؟ بيت السبوحة. هذا ما ادري طالع على من هو هالصبي. اخ منك هلكنا هلاك بهالريحة. سلوم العشاء جاهز. غناتي القمر ما خلصت له؟ تعال كان نحط العشاء جاهز. سلوم لا يبرد الأكل دي، تعال جعنا. زين ده أنا جاي الحين باجي. يلا سمو بسم الله، هداك هو جاي. سكرين الباب خلوه مفتوح. ولد السبع مش هالريحة لا شفتي؟ راسي دار من هالريحة ولا يحس. أني بروح أتعشى في غرفتي وبقعد أذاكر مرة واحدة، عندي امتحان بكرة.
اختنقت من المذاكرة قصدي. سلوم واخرتها وياك، انت ما تفهم الكلام. بهيم مو قلنا لك روح السباح؟ روح السباح بسرعة. ذا يا ابوي بسبح بعدين خلني باكل الحين. كل مرة تقول بسباح بعدين بسباح بعدين بسباح بعدين بسبح. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يعني؟ لا الحين تقوم تسبح، ترى ريحتك إلى آخر الشارع. إذا ما تدري الجيران اتصلوا علي يقولوا خلي ولدش يسبح. وش هالعداوة ويا الماء يا ولدي؟ وش دخلهم الجيران؟ خلاص بسبح بعدين. النظافة ما تتأجل يا سلوم، روح اسبح وتعال بنستناك على العشاء. ويلا قوم غناتي. خلاص قلت لكم بسبح بعدين. هذا وش فيكم انتون؟ قاعدة بتول احقري عنش، هذا ما منه فايدة، تحرق أعصابش على الفاضي. شوفي زي ما اتفقنا ما له خرجية لا ما يسبح. أنا مستغرب كيف صابر بدون فلوس، لا يكون تعطي خرجية من ورائي. والله ما أعطي. كيف هالولد عكس الناس، شوفي حتى أسنانه صايرين صفراء، ما في فرق بينهم وبين المكرونة. عجزت واني أقول له ما بتسبح فرش أسنانك على الأقل. صحيح سلوم، تدري قبل شوي قبل لا تجي أبوك عرف أنك وصلت قبل حتى لا تدخل البيت، حتى ما سمعنا صوت الباب. كيف عرف؟ ساهر ابوي واحنا ما ندري. من ريحتك ما يبغى ليها بعد، مو قلنا لك لاخر الشارع. ريحتك النفار ميت. ريحت بس تبغوا تسخروا علي وتدوروا علي العيبة، لكن ولا مرة قلتوا عني شاطرة وكلمة طيبة. انتين ما في مرة مدحتيني في شيء، بس مطيحة لي غناتي ما ادري على وجهه. وانت ابوي عالطلعة والناس تسميني بين. وش انا؟ لو ايش جايبيني اصلا؟ جايبيني بس عشان تتحكموا فيي. واخذوا ذي الملعقة وابغاها كلها تصير اسناني صفران زي المكرونية. وش انا؟ وشي؟ انتم تدروا عن اللي فيه، وش اللي احسه وش اللي ما احسه. ما تدروا ما يومكم. ما ابغى اسبح، مو غصوب، ده شي خاص فيني. سلوم غناتي تعال، مو تعور قلبي يا ولدي تعال. اقري عنش من رحتي وراه، الا انا بقوم بعد. ترى مو كل مره يسوي روحه زعلان تروحي له بعدين بيستحليها، وهذا كله منش ومن دلعش. شفتي كيف صار؟ قايل ليش هذا ما ينفع يا الدلع. تالي كل مره بيسوي روحه زعلان وبيشوف حاله علينا. قبل شوي كنت اقول ان الناس منافقين، بس امك ابوك اللي يحبوك. اخي يا حظي الحين اسحب كلامي، ما حد يحبك. عشان كذي لازم تحب نفسك وما تهتم لاي احد. استمع الى نفسك، انه صوت حقيقه. سلوم وي 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 وي، وش هالخناقة؟ يا ربي غيمت الغرفة. وش هالغرفة يا ربي، كل يوم انظفها ولا في فايدة. سلوم قوم قوم يا ولدي، قوم كانت تتسبح وتروح المدرسة. سلوم قوم. تقوم يا ولدي ليه؟ قوم لا تتأخر. زين ما الساعة كم الحين؟ 7:30 يا كابتن، حرك يلا. 7:30 ما قعدتيني. تأخرت، ما في وقت الحين اللي ما يسووا كلهم اللي ما يسووا ديلين بيقعدوا يسخروا، لكن اروح حرق على بدون. يبغى لي اروح بسرعة لا تفوتني الحصة الأولى، يقول اختبار مفاجئ. صقعهم اختبار مفاجئ وندري عنه. ثوبك تغير لونها حرام عليك، امس غسلتنها، الحين انت ما انتبهت انها تغير لونها. لا اسبح يا سلوم، اسبح حتى لو راح عليك الاختبار يا ماما. حتى انتين امه بعد قمتي تسوي زي حركاتهم ديلين. قولي لي يمه وش الفايدة لو سبحت وانا برجع اتوسخ؟ مع السلامة بروح لا تتأخر. وش تقول؟ تعال النظافة من الإيمان يا ولدي. ما بسبح ما خلاص. تعال يا سلوم أنا ما بسبح ما خلاص قلت لك مع السلامة ما أسبح. لا يا ابو حسن لا تحاول تقنعني، انا جربت مكاتب واجد وبصراحة الا ارتحت اياه
في الشغل هو مكتب محمد عبد الجليل المالي للعقارات. هذا المكتب ممتاز وخدماته عال العال وثقة ووكيل معتمد، وعندهم خدمات الوساطة العقارية. بالنسبة إلى موضوع السفر، أنا أرشح لك وكالة نور الرضا للسفر والسياحة. هذه الوكالة ممتازة ومباشر من مطار الدمام إلى جورجيا، وبصراحة أنا مجربنهم وموقعهم ما يضيع في شارع القدس. أنت بس قول لي متى بتروح وأنا بروح وياك. حاضرين يا أبو حسن؟ حياك الله، مع السلامة. تدري طلع بدون ما يسبحه. أدري عنه، مو جديدة، ريحتها قوى من أمس. هذا اللي بفشلنا والله. شوف له حل، ما أدري روح جيبه من هناك، روح جيبه من المدرسة، ما أدري، قلبي معورني عليه، ما أدري وش فيها الولد. أنا ما أنا فاضيله، وبعدين مستحيل أروح لهناك. وين أودي وجهي؟ أكيد الكل عرفه، ما أنا ناقص آخر عمري يسموني أبو الخايس. ادخلي لا تحرقي دمش يا بنت الناس، ولا تعوري قلبش، ما يستاهل دك وهو مهم منه. أروح أنا أحسن لي. الله يهديك يا ابو سلوم، انت وسلوم وش يسوي الواحد؟ والله غربله، تلشت بهذا كل يوم الصباح يجي يبخرني ويطلع. قالوا ايش ابوي؟ قال مالك مصروف، ما يدري اني اقدر اخذ لي اللي ابغاه من دي البقاله وقت ما ابغى. دله ما يدري البقاله ملكي ويقول لي مالك مصروف. لا ابو الزيك، سجل معي الدفتر. ها مو تقول حق ابوي ان انا اللي اشتري، ده قال لك الحساب زايد تقول لي طلبات الاهل من التلفون. ما عليه سلوم، ما يهمك بضبط. دوي وش حاط لي وش دي صابونه؟ مولي يا ابو الزيك ديم اشتري دي الحوايج انا اللي سالف بعد. لا ما عليك، هذه هدية من عندنا، انصحك فيها، جربها غير شكل. هدية؟ فلسك ظريف، من قالك تحط لي صابونه؟ وش قصدك يعني؟ هذه إلك انت مو لي انا، ما تنعطى وجه صحيح. هذا ما ادري من هو اللي قال لك حط له صابونه، مع كبوسك ذا اللي عطني على ورم، فكر نفسك كلش كشخ الحين. اشكال غلط صحيح، الشرعي اللي عطنك وجهك ما يحتاج احد يقول لي، ريحتك القاتلة تقول لحالها. الله يساعد اهلك عليك. ايه يا سلوم، ما يندرى كيف تفكر يا ولد، جايب لي الهم والقهر، على قلة هالنظافة جايب لي الهم والقهر. إيه لو انت صغير كان سبحتك بالغسل، قلنا بتكبر وبيروح الهم، لكن كبرت وزاد الهم، متفوق وشاطر، كل الناس تقول ما شاء الله عليه، لكن وش الفايدة ما تسبح يا ولدي؟ شوفوا يا قناتي انت وياه، اليوم نبي نتكلم في موضوع مهم جدا ويهمك انت وانت وانت. النظافة مهمة، وهي تعكس مظهر وريحة الإنسان. يمكن بعضكم يستهين بالنظافة وهذا اللي أشوفه، لكن ترى النظافة مهمة، وما في شيء يتم بدون النظافة، كل شيء يحتاج نظافة. يعني تخيلوا تروحوا مكان ما هو نظيف، ما هو نظيف أبدا مهما كان جميل، بس ما هو نظيف، أكيد ما بتحبون تروحون هذا المكان. صح والله أنا غلطان؟ صح كلام أستاذ. حتى الدول صارت تقاس بالنظافة. نفس الشيء الإنسان لما يكون ما يسبح وما هو نظيف أكيد ما حد يحبه، مهما كان شاطر أو لاعب كرة أو حتى فنان، أو مهما كان أخلاق، ولا يمكن يكون أخلاق، لأن النظافة لها تأثير قوي على الأخلاق. يعني إحنا لما نتنظف ونسبح هالشيء ينعكس ويأثر حتى على نفسيتنا، وهذا سبب أساسي يخلينا نشوف الناس بإيجابية وما نأديهم. لكن لو ما نتنظف حتى نفسيتنا راح تختلف، لأن أهملنا أنفسنا وما عطيناها حقها من الاهتمام. فهل تعتقدون هني راح نكون أخلاق؟ قطعا راح تختلف شخصيتنا للأسوأ، لأن أنا بكون مالي خلق نفسي،
فكيف بكون أخلاق مع الناس؟ عدل كلامك أستاذ، بسم الله يفهم. الزبدة يا شباب، النظافة ثم النظافة ثم النظافة، لأن حتى الصحة تتضرر. الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. حس يا ميت، حس يا طاولة، حس يا كرسي. ما أدري أنا أفقع له كفرات سيارته الأربعة، أخليه يقوم يلطع يكرف يصلحهم لين يحترقوا في الشمس. زين لكن يا سلوم أوريك أنا دواك عندي بتشوف وش بسوي. يا ربي تأخرت، أكيد الحين راح سلوم. صدق جوعان، نفسي في سمك. وأنا لاقيه ده الحين كله كذي يختفي في طلعتنا. راح عليك أمس طلعتنا من المدرسة رحنا. بس كنت أدري رحت وطديته في بيت أبوي العود، شفت الصور والسنابات حقتهم. أقول لك السمك حقهم لذيذ، كل أسبوع في الويكند نروح نتغدى هناك. تعالي أنا له. هاي محمود، ما شفت سلوم؟ اسكت لا تلوع جبدي، لا تجيب لي طاريه، كفاية مبتلش فيه في الفصل، والحين ويانا في الجيم بعد. صحيح سلوم مشترك في الجيم؟ من متى؟ وي جيم ده بعد؟ في باور جيم صالة القوة. أقول لك الكل مبتلش به هناك، ما أدري كيف ما يحس على روحه البني آدم، حتى المشتركين صاروا ما يخشوا الصالة. انزين الساعة كم يروح هناك؟ وش عليك من الساعة كم يروح؟ أقول لك الناس هونت، ما تروح في الساعة اللي يروح فيها، تقول لي الساعة كم يروح؟ الكل يضرب له ضربات. الرجال هذا ما عنده إحساس يا شيخ، ما عنده ضمير، ما يفهم الضربات اللي تنضرب له، ما أدري وش هالحالة وياه، ما يحس، ما يفهم، عديم إحساس يا شيخ. هو يدري ترى، بس هو كذي شخصيته، ما يبين له متأثرة ومتضايق، لكنه يكابر ويعاند حتى لما أحد يسخر عليه. هو ما هو من النوع اللي يبين له منكسر حتى بينه وبين نفسه. وش هالشخصية دي يا شيخ؟ عفن، اسكت بس. حتى الأستاذ قام يضرب له ضربات ولا حس ولا فاد وياه. أدري ده أنا وياكم في الفصل له. إذا الحصة غيرها من رياضيات إلى نظافة، وش تبغى أكثر من كذي؟ لو الود ودي أفصله من المدرسة وألغي اشتراكه من الجيم واطرده برفسه. انزين ترى ما قلت لي الساعة كم يروح الجيم؟ وش فيك؟ وش يهمك ساعة كم يروح؟ لا كنت تعتبر ده الخايس صديق. وش فيك؟ بهامتك اعتبر ده صديق. أجل لو وش تسأل؟ أنا بس أسألك عشان بسجل في الجيم، وانتبه لا أروح في الساعة اللي هو يروح فيها. أجل داب تشترك في جيم أنصحك في صالة القوة. واسمع، الساعة 4 بالضبط هو في الجيم، انتبه تروح الحزة، ترى الكل ما قام يروح العصر وغير وقته. ماجد سلومة وانا هون فطست من الحر. تأخر، عدت الساعة 4، بتجي 4:30 وهو الحين ما جا. حار الجو وانا قادرة اتحمل. ايوه هذا هو جا. زين اوريك الحين انا. هذا هو، هذا نبي له غير. وش جايبني ولا يتمرن ولا شيء؟ اوري الحين كيف مشيت لي يتمرن. شوف يا حبيبي كيف اللي يمشي لما يتمرن، كده كده كده، مو انت لابس لي جنس في هالحر مع جسمك كذا لكنك سهلية. روح اتمرن بس. زين اوريك اشكال بعد. تعبنا وياك ترى من زمان نقول لك اسبح. زين ما تبغى تسبح جرب حط لك مزيل عرق دخيل الله. كل متضايق منك يا سلم ومن ريحك، ما تستحي انت، ما تتفشل. جيب اللي في يدك هذا احسن ما تشوف شي ما يعجب، قسما بالله ده انا اقول له. ما انا عاطنك وياه، تبغى اخذه كذي لعله وعسى تروح دي الريحه. ما انا بعد عني ولا لا، ما انا عاطنك جيب اقول له. اتركني، خلتني بريحتك، اللي يتكلم عليك خلاص. اسبح اهتم في نفسك لمتى عاد. زين اوريك، روح قول لامك سلم ضربني، ها اشتكى عليه. كل مرة شد انا بضرب بعد. خد 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 خد، رش 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 وانا بزيد رش على كل رش اضربه. خد خد.
تستاهل اكثر من كذي. خليني اشوفك مقرب مني مرة ثانية، بتشوف شي عمرك ما شفته اكثر من كذا بعد. حيوان. الله يغرب العور يا دي، مو راس دل عليك يسرمل. من اليوم رايح الطيبة ما تنفع، تعاملي الكل بيتغير. اعطيتهم وجه بما فيه الكفاية. اي واحد يكلمني ولا يجي يسوي نفسه يطقطق بفتق له وجهه. زين ما في احد الجنب بعد هالعزة، احسن لا احد يقرب مني. ما ابغى منافقين. اكر مزاجي ذنبيله والله يغربله. وشرك حديد اللي حاطينها لي، تفطس دوخ راسي هالكلب. كيف يستحمل ويحط لهم الخرابيط دي؟ اتمرن هني لو واحد احسن لي من روحة الملعب. اشاهد المنافقين نفاق في نفاق، خلهم يخسروا. ترى ايش نبدا بعد كله في الجيم 24 ساعة. فكر جسمه كلش مرة عضلات. اوه ابو ريحه جاء غريبه ما شميته، شكله متعطر اليوم. ادري ما الا عجل في التمرين وانحاش. ناقص لك نام في الجيم بعد 24 ساعة هني. ترى ايش نبك؟ فكنا من وجهك يا شيخ. روح بيتكم وعندك بيت. والله العظيم بدي. عدل معطرين الجيم، وش هالحركات؟ شكل هالريحة من عند هذا الديب. من هو ده؟ حركات عطرة. الله الله الله، وش هالعطورات والحركات؟ عدل اخوي، من عندك هذا ليه؟ وش عندك؟ مو عطر ده، مزي العراق. وش فيك ما تعرف تميز؟ مزي العراق ده. في دميتك مزيل عراق. والله حركات. وتصدق اشتميته من اول ما دخلت من عند باب الصالة. عدل الريحة. اي والله من عندك. واسمد العطر ما ادري مزير العراق. ايش فيك قاعد شمشم ليك النفار هالفار. تدري انا جديد هني، توني مشترك امس. الشباب يقولوا لي لا تجي هالوقت. والله بتفطس من ريحة واحد اسمه سلوم، واحد خايس حدف هالجيم. اقول لك انا جاي وحاط حسابي بفطس من الخياس، بس جيت وشفتك. والله وايش اقول لك اخوي، اول ما دخلت انشرح صدري. رهيب العطر حده رهيب. شكلك عامل حسابك، حاط لك مزيل عرق قوي علا تشتم ريحة سلوم الخايسة. ها يحق لك الصراحة. من هو ده؟ الله يغربله. مو الحين بفتق له وجهه، اول بعرفه وبعرف منهم اصحابه عشان افتق وجهه هو وياهم مرة واحدة. اخوي منهم اصحابك ذيله؟ ما عرفتك، اول مرة اشوفك انا. شوف اخوي، انا ما عندي اصحاب معينين، يعني عادي تشوفني اقعد ويا الكل. مرة تشوفني في القطيف، مرة في تعروت، مرة في صفة، مرة في سيهات، حتى اصحاب من الدمام والخبر. يقول لهم منه فايدة هالفار، مسوي روح اجتماعي هالمصفع. اوريك لكن اخوي اجل منهم اصحابك ذيل اللي يسخروا على سلوم مسكين. سلوم مسكين؟ انت مفكر بس اصحابي اللي يتكلموا عليه؟ الكل يتكلم عليه، الا في الجيم هني كلهم متضايقين منه وعرفوا. شوف بتمرن جنبك وبعلمك سالفة ده سلوم. اقول لك الرجال هذا صار مشهور بالريحة، انا ما اعرفه لكن اسمع عنه، اخباره توصلني من كل مكان. انا الصراحة اذا جاي سلوم باجي جنبك اخوي، وانت اذا دخل علمني. انا ما اقدر اشتم روايح كريهة، ترى ما اقدر الا تعال بسألك، انت صحيح ما سمعت عن هذا سلوم؟ ما يصير وياكم في الجيم. اعرفه سلوم، والنعم فيه رجال طيب. لا تحكم على الناس انت ما شفتهم ولا تعرفهم. لعلمك سلوم ده احسن واحد في العالم، اما الباقي كلهم منافقين وما لهم صاحب. تدري الشباب ب2000 عليه اغنية حافظنها انا، اقول لك غير شكل. تبغاني اسمعك وياها؟ سمعني وياها باشوف وش مألفين على هالمسكين. مسكين
تضحكني من تقول مسكين. انا بسمعك اياها بس صوتي مو ذاك الزود. والله ريحته ريحة دوم يسدد في الهدف، خايس خياسة فضيحة إن يحاور أو وقف، هجمته تبقى مريحة والسبب ريحته قرف، ما عرف يوم السبوحة وما يحس إنه انكشف، ريحته ريحة ذبيحة من وقف جنبه نشف، ما يحب يسمع نصيحة يحسب الريحة ترف، يحسب الريحة ترف، يحسب الريحة ترف، وحدة وحدة وحدة. وايش رايك اخوي بصوتي مع الاغنية؟ ضحك ويا الله يغرب لك دمعت عواني من الضحك، من ولا مألفينها ده؟ الا صحيح اخوي، صار لي ساعة اسولف وياك ما عرفت وش اسمك يا الديب. اسمي عتريس. عتريس. اتشرفت فيك اخوي عتريس، وانا احمد الجشي من حي البحر. تصدق يا الخوي عاجبني المنظر هني رهيب، حركات عجبني ذا الجيم، المكان بارد وريحة وعطورات، وانت بعد اخوي عتريس تسلي بصراحة، الوقت يمشي وياك، كنت شايل هم اشوف سلومو الخايس، ما اتحمل الروايح الكريهة انا، حتى من قبل لما كنا نمر عند سوق السمك القديم قبل لا يغيروا مكانه اسكر التهوية والنوافذ من بعيد، ومع هذا تدخل الريحة وتتغلغل داخل خشمي كذي بالضبط. سلومو يقول لك ريحته زي ريحة سوق السمك القديم. تخيل انسان متحرك سوق سمك، الله يعين اهله صراحه، ما ادري كيف عايشين ويانا. وين اخوك؟ تعال وين بتروح؟ لا تنسى تجيب لي اسم العطر، هي ما ادري مزيل العرق. ويش في ده حقرني وراح قاعد اسولف وياه، وش هالاخلاق؟ اخوي وش فيك فضحتنا ترى، هذا سلوم كان ما ادري قاعد تمول وتغني، احاول اشر لك ما عدلك، قطعت في تقطيع الله يهدك. احلف في دمتك هذا اللي تو رايح اسمه سلوم، اسمه عتريس ده هو قايل. والله العظيم هذا هو، الحين تصدق في احد اسمه عتريسه، هذا سلومه، بس ما ادري وش في اليوم حاط له عطر، بس السن يعني شرفني، تاكل لابس نعال ما انتبهت لنعاله. لابس نعال؟ اي والله لابس نعال ما يبين عليه، داكو وسيم حرام. يا الله وش هالصدفة دي، كيف انحطيت في هالموقف؟ جاي يمدح فيه وينتقدني في نفس الوقت وهو ما يدري ان هذا انا. كنت بقول له ان هذا انا، لكن خفت تغير نظرته لي، حاولت اغير الفكرة اللي ماخذينها عني واقول له اني مسكين، لكن ما في فايدة، من زمان ما حد تقرب مني او مدحني، حتى الانجازات اللي سويتها ما حد اهتم فيها، الكل يقول ريحة، وش سالفة الريحة بعد؟ معقول لهالدرجة ريحتي خايسة من امها؟ اصلا الرجال مفروض كذا يكون بري، حق كورة وصيد وشغل، فاضي انا اتسبح وافرك في جسمي كاني خروف. بس تعال وش فيه لو جربت مرة وسبح؟ كم صار لي الحين ما استخدمت صابون؟ اصلا دي الاشياء دخيلة وضارة، هم قايلين حالات الجسم كذا يكون طبيعي، بس كل مرة يخترعوا هواية جديدة حق يروجوا ليها، يقول المفروض سباحة وسباحة ونظافة، واللي هي اصلا ما لها اساس، ما ناقص لا اخذ ليه توشن، ما ادري لوشن وش يبدي الواحد وش يخليه ويحط من الخرابيط، كذا احسن ليه بدون شيء طبيعي، كذا طبيعة الانسان. للحين اتذكر هذاك اليوم كانت افكاري متشوشه بين اني اسبح وما اسبح، وقعدت افكر ساعات طويله على الكورنيش، وغمضت عيوني واستشرت الاشخاص اللي داخل، كلهم كانوا يقولوا لا تسبح لا تسبح لا تسبح لا تسبح وش هالخرابيط بس خرب ما نقص قطعت لك توجه الرجال كذا حلاته يا حبيبي تسبح ترجع تتوصل وش الفايدة؟ مو تخلي احد يأثر عليك، لا تصير بعيد، جاك ريح خذ سباح لا اسباح اسباح اسباح، ما عليك من افكارك التعبانه، ترى انت قاعد تضر نفسك، غير تفكيرك خلاص. الى متى؟
وسع الأفق، لا تفكر من زاوية واحدة. ترى السبوحة إلك أنت، ما هي لأي أحد. إذا أهملت نفسك من اللي بيهتم فيها؟ خلاص اسبح. إلى متى؟ كيف تبغاني أحب نفسي أو أحب أحد وأنت حارمني من النظافة؟ كرهتني في نفسي. اسبح خلاص، جننتني. اسبح، اهتم في نفسك، حب نفسك حتى تحب الناس. ترى نفسك تصيح. تسمعني؟ اسبح، اترك عنك العناد. نفسك تصيح، اهتم فيها. اسبح. سبح سبح سلوم، اسبح سلوم، سبح سلوم، سبح فصلوم، سبح سلوم، سلوم تعال، سبح فصلوم، فتصبح سلوم، تسبح سبح تعال، يسبح الإهداء، سبح اسبح سلوم، سبح سلوم الإهداء، سبح سبح سلوم، سبح سلوم، سلوم اسبح اسبح سلوم، سبح سلوم. لا ابو الزيك، من حرج منك والله. ابغى اشتري من عندك دي الصابونه اللي اعطيتني اياها اليوم. بكام؟ سجلها على الدفتر. لا ما عليكش دعوة يا الخوي، انا غلطان، ما قصدي انا، ترى فهمتني غلط. لا تاخذ المسألة شخصية سلوم، هذه مجانا، قلت لك ما باخذ عليك شيء. مشكور ابو الزيك، ما قصرت. حياك الله سلوم. الله يرحم والديك ابو الزيك، انت طيب. تدري لو في 10 من زيك وش بيصير؟ كان عطاني كل واحد صابونه ويصيروا عندي 10 صابونات. يلا حيو ابو الزيك، مشكور. المرة الجاية اذا شفتني جيد بتشوفني ادفع لك فلوس، ما باخذ على الدفتر، لا تستغرب. يا ربي سلمت عليه ايدي بايد، الحين يبغى لي اغسل ايدي، ما تسوى علي اعطيته صابونه هالخايس. بس بروح بكلمه بشوف وش فيه. طول. لا تروحي، لا أقول لش خليه شوي. طول هو يسبح من متى الحين؟ صار له ساعة في الحمام. زين خليه يطول أحسن، كان يعوض الأيام والسنين اللي ما تسبح فيها. خليه حتى لو ينام في الحمام. شو وش صاير؟ وش فيكم واقفين هني؟ أخوش سلوم دكو راح يسبح، ما ورا علينا ندورات اللي عليه في مسجد الخضر، ندورات. صحيح، صلوات كلش. وش سويتوا عشان خليتوه يسبح؟ معجزة دي، معجزة. لا ماني مصدقة. ما سوينا شي، من جاء الله هدا استسمح مني وحب راس أبوه وقال باروح أسبح، لكن طول وهداني أقول حق أبوش باروح أكلمه، يقول لي خليه حتى لو ينام في الحمام. إيه خليه حتى لو ينام في الحمام، هذا يحتاج يتنقع في الماء. المفروض إحنا من زمان قلبنا غرفة للحمام. فهذاك اليوم سبحت وكأني أول مرة أسبح في الحياة. أهملت نفسي لدرجة أني كأني أول مرة أعرف وش معنى النظافة. شعور غريب يخليني ما ودي أقوم، كأني أعتذر لنفسي وأعتذر للمال. وحشني هذا الإحساس. أحس نفسي قاعد أتجدد والأوساخ كلها تطلع من جسمي. أول مرة عن جد أعرف وش معنى أن الماي هو سر الحياة. توني أعرف أني زي ما أحتاج أشرب الماي كل يوم وما أقدر أستغني عنه، نفس الشيء جسمي من الخارج يحتاج للماء. يعني إحنا نحتاج للماء في داخلنا وخارجنا، حتى النظافة ما تكمل من دون الماء. صحيح، وجعلنا من الماء كل شيء حي. عجيب هذا الماء، نفسيتي كانت ميتة بس رجعت تنتعش من بعد الماء. سلوم. نعم وشي؟ سلوم غناتي، وش فيك؟ أكلمك ما ترد علي، هوستني عليك. طولت وانت تسبح. يا ربي ما نخلي الواحد حتى يسبح، وش الحالة دي؟ ما دريتوا سلموت سباح. سلموت سباح.
الطاولات. سبح سلوم. مكاني ده بنت مو مكانك، مكاني انا كنت جنب سلوم. عجدت مكاني انا. سبح سلومه. استاذ ما دريت. قول يا حبيبي اسمعك، وش عندك؟ سلومو تسبح يا استاذ اخيرا. هي انت فلافل، تسوي نفسك ظريف، ما بتهون عن حركاتك دي. تبغاني افتك وجهك في طلعتنا. سلوم حبيبي وش فيك؟ اقعد مكانك، خلي عندك احترام. وقاعد تهدد قدامي بعد؟ لا لا عطى قوم كفين بعد. عطى قوم. اسف استاذ، ما قصدي، ما بضرب وامزح وياه. نسيت ديك شخصيتي القديمة، الحين انا خلاص تغيرت، ما بعصب. اعترف كنت ما اسبح زينة، بس الحين خلاص من اليوم رايح بهتم في نفسي، نظافة على طول. يعني الواحد ما يغلط له، اي واحد يسخر او يسوي نفسه ظريف عادي، خذوا راحتكم، كلامكم ما يأثر. المهم انا واثق من نفسي وخلاص. صحيح استاذ. اسمعك وش عندك؟ النبو الغايب اليوم، المفروض ما تعطينا درس لان هذا ما يغيب، دام غاب اعتبرنا كلنا غايبين استاذ. يلا وسوي هده بعد. هذا ما يفوت دروس استاذ، اول واحد يجي المدرسه واخر واحد يطلع منها. اي استاذ لا تعطينا درس، حرام تفوت عليه دروس. يلا 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 لا تقعد تسوي روحك ظريف. قوم حرك، امسح الصابورة قدامي يلا. اوه استاذ لو سمحت بطلع. تبعني انت وخر قاعد تطلع. ايه استاذ في شي نسيته لازم اسويه بسرعة، ابغى اطلع استاذ ضروري. بروح الحمام مستعجل. اي والله يا شباب تسبح ترى. كيف نسيت نبيل مسكين. طيب هو الوحيد اللي كان يعتبرني صديق، وين ما اروح وراي، ومع كده كنت عامله بسوء، لكنه كان يتحملني وين ما اروح وراي. ليش ما فهمت في ذاك الوقت انه كان جاي مخصوص عشاني وقاعد ينتظرني في الحرب، لكن خليته يروح مضروب مسكين. لازم اصلح غلطي ولا مستحيل اسامح نفسي. ما يحتاج تروح يا ولدي، خلاص غيب الحين انت متأخر ومتكسر. لا بروح ما لا تفوتني دروس، ما احب اغيب بعد. وش اسوي قاعد؟ عليك حافظ وحفيظ، الله يحفظك ويسلمك. انتبه لروحك ها ان شاء الله. خاصة هالسلوم الله لا يسلم ايده، واني بشتكي عليه عند خالتك هالخايس. هداني بسوي لك محموص اليوم. عدل محموص من زمان ما اكلت. زين يلا ما حد، انا بطلع لا اتاخر. مع السلامة. مع السلامة. وش هالفشيلة؟ يا ربي وش في وجهك كذا؟ لا تقول لي هذا مني. عجل منه غيرك يا هالخايس، وش جاي تبغاه؟ بعد ما كفاك اللي سويته، ما تستحي على وجهك انت. لا تدخلي مو عند الباب، لا تفشلينا، ادخلي لا يسمعوا صوتش الجيران. والله ما بفشلنا الا وجهك يا ولدي، دكو مرة متنفخ، وانت يا هالنحيس كذي تضربه، عدوك هو، وش هالنحاسة والحقد اللي عليك؟ انت متى بتكبر؟ كل ما تكبر ما ضربته، اقصد انه ما قصدي اضربه،
حتى انا تفاجأت لما شفت وجهك ذي. هذا وما قصدك تضربه كذي. خلاص حقري عنش. عجل كيف انا قصدك تضربه يا هالنحيس؟ انت متى بتكبر كل ما تكبر تزيد نحاسك. وش هالبهامة اللي فيه؟ خلاص مو انت ندخلي سوي المحموس حقش ولا تصارخ في الشارع، الجيران كلهم سمعوا. تباعد عن وجهي، انت عاطلنا وجه. انت مو قلت ما تبغى تتاخر؟ يلا روح المدرسه، خلني اني اتفاهم وياك. اوه صح ذكرتيني تاخرت واجد. يلا دهنا انا بروح، ما انت لا تدخلي وحقري عنش لا تعور راسش. وين؟ اوقف لا تفكر، خلصت كلامي. ترى انا كنت بروح بيتكم بشتكي عليك. لا تفكر ساكتة يعني راضية. كذي تسوي فيها هالنحيس؟ هذا هو صديقك من هو صغير، متربي وياك وتخالط كذي. من متى واني ساكتة وصابرة عليك؟ كله يرجع لي مضروب، والحين تسبح بعد وجه هالخايس، بعد ما كسرت لي الصبي. لو راحت عيونه أو كسرت منه حاجة بتنفعه، أنت بترجعهم له. والله لو ما إحنا عند باب الطريق كان نتك في هالنعال يا هالنحيس. لا تفكر ما عنده أهل ولا ساكتين، أني أربي فيه وأكبر، وأنت تجي تضربه على الفاضي، تضيع تربيتي. لو صار في شي ذيك الحزة وش خالتي والله العظيم ما قصدي إني أضربه. ما قصدك تضربه؟ ما أبغى أسمع صوتك، تستاهل أكثر من كذي. يلا حرك، جيب طبقة عالي، جيبه ماركة ب50، ما تستاهل تنضرب به، جيبه. زين بجيبه خالتي، ما صار دنعان. خالتي ترى انا كنت معصب ذيك الحزة، ما قصدي اني انا اضربه. جيب وياك الطبقة الثانية. حتى أنا معصبة الحين، المفروض أسوي فيك أكثر من كذي. المرة الثانية قدوا على جبهتك تعورها. حسيت الحين ليها ترضى أضرب كذا؟ كنت معصبة بس أني معذورة. أمس ما لي حال، ما نمت، ما هو قليل اللي سويته ولا تبرد حرتي. مسكين صديقك من انتم صغار. يا ربي خالتي والله ما قصدي أضربه، ما قصدي أضربه، كنت معصب ما حسيت لنفسي وانا جاي اعتذر له. حتى لو يبغى يضربني عادي، انا غلطان، ما قلت اني انا مو غلطان، بس انتي ما اعطيتيني فرصة ابرر. انا غلط وما هو عيب ان الواحد يغلط. وهذا نعالكم بجيبه، ولا تقولي سلوم شراني ونحيس. هذا نعالكم خذوه وانا اسف، واذا تبغي تضربيني عادي باجيلش بعدين، بس الحين ابغى اروح لي بعتذر له. ضميري مأنبني خاصة بعد ما شفت وجهه. اسف وانا اعتبره زي اخوي والله، والحين عن اذنش بروح. يلا انتبه لنفسك يا النحس، مو تركض وسط الشارع. الله يهديهم وش يقول الواحد، يعور بالفات ده بعد سلومه. وش لي ضربتنا عوج عالي من وجهه، الله يغربله. نبيل استنى، نبيل انا اسف، ترى انا جاي اعتذر لك، حتى امك سامحتني، قالت لي انتبه للشارع. انا اسف نبيل، انا غلطان واعترف ان انا غلطان، سامحني. ما ادري وش اقول لك اذا في كلمه اكثر من اسف. شوفني انا سبحت، تصدق ان انا اسبح؟ حتى انا مستغرب من نفسي، ادري ان انا تاخرت عشان اسبح، لكن المهم ان انا تعلمت. ادري ضايقت ناس واجد وخسرت ناس واجد، لكن انت ما ابغى اخسر. اذا ما بتسامحني ما الومك، لان حتى انا ما بسامح نفسي على سويته فيك. ما ادري وش اقول لك، كان في شيء زي الثقل على صدري خلاني اكره الدنيا واهمل نفسي، صرت اشوف كل شيء اسود. لكن ده الشيء علمني اني لازم احب نفسي وما اسمح لاي فكره تسبب لي قلق. كنت اقول كل شيء بينتهي، بس الحين صرت اقول افضل كل شيء ينتهي. ما بتفهمني، لكن جبت لك هذا بدل اللي خلصت عليه، وانا مستعد اذا تبغى نعكسها هالمره. انت لا تضربني وانا بارشح عليك، وبكذا نكون متعادلين. او تدري ما بارشح عليك، اخذ هديه مني عربون اعتذار، وانت اضرب زي ما ضربتك لين ما تبرد حرتك، عشان لا اكون انا الغلبان وشوف الناس وجهك. كذا نكون متعادلين، اثنيننا وجوهنا متنفخه. وش رايك؟ قول شي. عمر الغلط ما يتصلح بالغلط. أنا سامحتك من اللحظة اللي أنت قلت فيها آسف، وده على التعويض شرط إنك تعوضنا بإنجازاتك وتفوزنا، مو بس في المباراة الجاية يوم الخميس، فوزنا في الدوري كامل. توقعت إنك تقول كذي، أدري، وإذا على الدوري اعتبره من الحين مضمون.
صدق عاد الأول كان لعبك أحسن قبل لا تهمل نفسك كذي، كنت سريع ما حد يصيدك، وصحيح أنت بعدك فنان بس الأول كنت أحسن الصراحة. ما كنت حاس على نفسي وقتها، بس بعد ما تنظفت وسبحت حسيت بالنشاط اللي يقولوا عنه، حتى حركتي أحسها صارت أخف بواجد. ما وصيك زي ما قلت لك نبغى نجيب الدوري، فخلك مستعد حق المباراة، وترى الفريق اللي بنلعب ضده مرة قوي ما عندهم ولا خسارة. ما يهمك، بتشوف كيف لعبي الحين. واخترعت شوتة بسميها ضربة الصابونة، هذه أي واحد يمسك الكورة تزلق من إيده على طول. وكيف بتسوي هذه؟ بتشوفها بعدين، لا تستغربها، لأن لا راح شيء ولا جاي شيء ثاني. الحين ما بيقدروا يحتجوا ويقولوا لا ريحتك ولا ما ريحك، بيتأكدوا الحين أن السبب في مهارتي. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.